خلال الساعات اللي عدت اتصدرت نجمة الموسيقى الممثلة الأمريكية سيلينا جوميز ترند جوجل والسوشيال ميديا، وده بعد ساعات قليلة من خبر إعلان خطوبتها على بيني بلانكو. سيلينا جوميز أعلنت خبر خطوبتها من خلال حسابها الرسمي على انستجرام، ونشرت 4 صور علقت عليهم وقالت: الآن يبدأ إلى الأبد. علاقة سيلينا مع بلانكو ما كانتش وليدة اللحظة، دي بدأت قبل سنة بالظبط، وده بعد ما انتشرت صور ليهم هما الاتنين مع بعض، ووقتها اتأكدت علاقتهم ببعض وأعلنوا عنها قبل كده. بس الغريب هو إعلان خبر الارتباط الرسمي، واللي محدش كان يتوقع إن سيلينا تعلن عنه بالسرعة دي، خصوصا إنها قالت قبل كده وأكدت في تصريحاتها إنها مش هتاخد قرار الارتباط بسرعة مع أي شخص. ومن فترة كده كانت علقت سيلينا جوميز على ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جوائز جولدن جلوب عن مشاركتها في فيلم إيميليا بارز، وقالت: أنا مندهشة وممتنة وفخورة بترشيحي، ولا أستطيع الانتظار لمعرفة ما سيحدث. وأكدت وقتها لجمهورها أنه على الرغم من مسيرتها المهنية الجميلة خلال الفترة الحالية، بس تواجدها الغنائي مش هيختفي. ومن ضمن تصريحاتها الجريئة قالت قبل كده: أعتقد أني عملت كل اللي عايز أعمله في الموسيقى، ولكن الأمر المثير أنني أشعر وكأنني لم أبدأ حتى في السينما والتلفزيون، على الرغم من أنني أعلم أنني كنت جزءا من بعض الأعمال الرائعة وأنا فخورة بها، ولكنني أريد أن أحكي القصص، ولهذا أنا متحمسة للعمل على مزيد من المشاركات سواء في السينما أو التلفزيون. شاركونا الرأي في التعليقات وقولوا لنا إيه أكتر أغنية بتحبوها لسيلينا جوميز، وشايفين علاقتها ببلانكو هتكمل بشكل رسمي ولا إيه الدنيا؟